إلياس المالكي اكثر شخص مشهور في يوتيوب المغربي حاليا. يمكن تكون مع ولا ضد داكشي اللي كيدير، ولكن ما نقدرش ننكر ان الارقام اللي كيحقق خياليه. نص مليون مليون ونص. القناه ديالو صايبات في 4 افريل 2021، واول فيديو تحط فيها كان في افريل 2022، بحيث قدر يوصل نص مليون سبسكرايبر في اقل من 3 شهور، واكثر من 26 مليون فيوز في هذه المده القصيره. ومعدل المشاهدات المتوسط عنده في 600 ألف. وإلا دخلتي للطوندونس فغتلقاه هو الأول. فشكون هو إلياس المالكي؟ كيفاش بدا؟ وعلاش بزاف اليوتيوبرز عندهم عداوة معاه؟ مرحبا بكم في الحلقة الثانية من السلسلة ديال ريزن فول. اللي كنت مازال مشي الحلقة الأولى دخل شوفها، نخليها لكم هنا. وما تنساوش ديروا لايك وتابونوا في لاشين باش نوصلوا ل 10,000 سبسكرايبر في أقرب وقت. تويتش اكبر منصه ديال ستريمينغ في العالم، بحيث انه كاين 8.5 مليون شخص كيستريمي فيها كل شهر، وفيها اكثر من 31 مليون يوزرز. ولا جينا نقارنوها مع يوتيوب ففارق الارقام كبير بزاف، ولكن ستريمينغ في المغرب ما عندوش شعبيه كبيره، بحيث ان ستريمرز المغاربه المعروفين قلال بزاف. ولكن غيجي واحد الشخص اللي غيبدل وجه ستريمينغ في المغرب. وتخيلوا ان عدد المتابعين ديالو كيفوت اي شو سبيد اللي هو اشهر ستريمر في العالم. وتخيلوا اننا كندويو على هذا الشخص. كوكو وجهك ماشي ديال كوكو، يا هاد المرا، يا هاد شرطي الماما، يا هاد المرا. تاكسي 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 هكا تاكسي، هاي تاكسي. انا مشهور عليه دابا. شو انا 27 عام وباقي في السطح وباقي باني حياتي. سوق الحانوت. إلياس المالكي ولد جديدة من مواليد 1996، مولوع بكرة. كان كيلعب في الرصاد البرنوسي، ما كتبش يكمل في كرة، ولكن بقى عنده الحب ديالها. قصته مع الشهرة كتبدا في انستغرام. كان كيدير لايفات وكيطلع على بنادم. بحكم ان انستغرام ما فيش ارباح ماديه غيقرر ينتقل للنيمو. ديجا الانستغرام ما كندخلش منه فلوس، ما غيجيبش بزاف الفيوز، وهذا الشيء راجع لنوع الاودينس ديالو. تما غيقرر ينتقل لليوتيوب. لايفات ديالو كانوا عباره على اطلاع على بنادم والعاب بحال فيفا وجي تي. اول ستريم ديالو كان عباره على ازار تور، ووصل اكثر من 160 الف فيو. موراها غيبدا يحقق نسب مشاهده كبيره، والسبسكرايبرز ديالو حتى هما طلعوا بشكل خيالي. وكيبقى السؤال هو كيفاش دار لها. من بين الاسباب الكبيره في نجاح الياس المالكي هو تيك توك. إلياس المالكي هو شخصيا ما عندوش كونت في تيك توك، ولكن الناس بداو كياخذوا الكليبس ديالو اللي فيهم لقطات كيضحكوا وكيحطوهم في تيك توك. الحاجه اللي خلاتو يتشهر بسرعه واللي كتشوفوا فين ما مشيتي. الحاجه الثانيه اللي خلاتو يتشهر هي السبونطانيتي ديالو اللي كانت عامل في النجاح ديالو، بحيث انه كيدوي مع المتابعين بحال شي صحابو. اي العافيه. لا شويه الكاميرا شويه. لا إلياس عافاك الله، لا إلياس لا. الحاجه اللي خلاته قريب ليهم وكيبغيوه بزاف، وهذا الشيء كيبان من الدونيشنز اللي كيعطيوه، لدرجه واحد النهار ما حبسوش. الحاجه اللي خلاته يتعصب بزاف. حتى واحد ما يبقى يدونيتي يا صاحبي، حتى واحد ما يبقى يدونيتي يا صاحبي. واش الدراري خلونا ندير. خلات إلياس يتشهر هي الذكاء ديالو. بغض النظر على الجانب الاخلاقي ديالو، إلياس عنده ذكاء عالي في الساركازم. سرعه الافكار عنده كبيره، ومن اي حاجه يقدر يضحكك، وهذا الشيء كيديرو يوميا. بصح إلياس يقدر يجمع اودينس كبيره ومشاهدات طالعين، ولكن في نفس الوقت جبد لي صداع وعداوه مع بزاف ديال اليوتيوبرز اللي مشهورين في المغرب، منهم طوطو اللي جبدو في التراك ديالو. الحاجه اللي خلات إلياس يخرج بتيكلاشيه فيه. هذا غير واحد من بزاف وحدين اخرين، اخرتهم ادم حمريطه اللي كان لاح واحد الفيديو كيجمع إلياس وواحد البنت في الكونسيبت اللي كيدير جي اش ديت، وتما غيضربوا إلياس بسترايك. الحاجه اللي غتقلق ادم، وفاش غيقول لي علاش ضربتيني بسترايك غيقول لي هذا ماشي انا، راه غير الشركه ديالي في الامارات، وبطبيعه الحال هذه غير طلعه. وزاد قال ليه بلا انا عمري احتاجيتك. الحاجه اللي غتخلي ادم يخرج ويصرح بلا الياس كان ديما كيحتاجه، وباللي الوجه اللي كيوري الياس في ستريمز راه ماشي هو الوجه الحقيقي ديالو. خويا عمري جيت وقفت عليك سيدنا في حياتي، زعما نهضروا بصراحه. بصراحه ما عمرك في حياتك ما وقفت عليا في حياتك، اصلا ما عمره ما وقف عليا بالراجل ولا الدراري.
هنا كيكون سالي الفيديو ديالنا. ما تنساوش تدخلوا تفرجوا بالحلقه الاولى، وإلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين، وخليوا لي في لي كومونتير شكون هو اليوتيوبر اللي تبغوني ندير عليه فيديو المره الجايه.